المشهد برمته. المطلب الأساسي لمكافحة الفساد هو مطلب وطني داخلي عراقي، زين. مطلب المرجعيات الدينية ومطلب القوى السياسية، وتأسس لهذا المسار منذ بداية حكومة السيد السوداني، وتشكلت إجراءات. وهذا التحقيق اللي فتح هو فتح مع نهاية فترة السوداني واكتمل ونضج مع فترة السيد علي الزيدي. إذا نقول الأمريكان خيرين ويردون يكافحون الفساد بالبلد، فالفساد تأسس بشكله الفاضح مع الدخول الأمريكي للعراق. زين. والأمريكان هم المسؤولين عن ضياع ثروة البلد بهذا الشكل الفظيع، بل الأمريكان مسؤولين عن تبذير أموال دافع الضرائب الأمريكي في العراق. هناك 3 تريليون دولار أمريكي أنفقت في الحرب عام 2003، جرى تأشيرها على أنها بددت من خلال مصالح كبريات شركات الحزب الجمهوري الأمريكي، وبريمر أحد المدانين بهذه الأموال التي بذرت. فالأمريكان اللي مو حريصين على أموال دافع الضرائب الأمريكي هم أيضا مو حريصين على أموال العراقيين. بشكل عام الدولة اليوم تريد تسعى إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة تتمثل بترسيخ مباني النظام الديمقراطي بالبلد. تحدي مكافحة الفساد تأخر لأنه سبق تحديات أمنية، سياسية، الاستقرار، السلم المجتمعي، العلاقات الدولية، والآن صار حتميا الدخول في ملف مكافحة الفساد.